السلام عليكم. فيديو جديد قطع عنبر 7، وتعالوا نتكلم عن قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك اللي خلصت 2-1 للزمالك. وتعالوا نشوف ايه اللي حصل وايه سر تفوق الزمالك، ايه سر فشل الأهلي. فيلا بينا. تعالوا نخش بقى في التفاصيل واحدة واحدة ونشوف ايه اللي وصلنا للنتيجة النهائية ان الزمالك يقدر يكسب الأهلي، ونشوف افكار الاثنين مدربين. لأن الحقيقة النهارده الاثنين مدربين كل واحد فيهم زي ما عمل حاجات حلوة عمل حاجات بوظت عليه الماتش وقلبت الكفه للمدرب التاني. والماتش ده انا بالنسبه لي حط ايدينا على نقط كتير جدا جوه الفرقتين. لو حصل منهم حاجات يعني بتكلم كعيوب لو اتكررت تاني في الماتشات اللي جايه يبقى الاثنين مدربين دول بيهزروا. فتعالوا نشوف بقى ايه اللي حصل في الشوط الاول. زي ما عودناكم في العنبر هنا ان احنا بنديك في اول الفيديو اساس، وحاول انا وانت نبني مع بعض ايه اللي حصل عشان نوصل مع بعض في الاخر لنتيجه او لهدف معين. فانا بالنسبه لي عشان تعرف تتكلم عن الشوط الاول، لان انا شفت ناس كتير بتتكلم عن الشوط الاول وناس كتير بتقول لك ده حصل وحصل ومش عارف ايه، احب ادي لك البونه ازاي. احب ابتدي اول حاجه بالتشكيلتين. لما انت تقدر تحلل التشكيله من قبل ما انزل الماتش تسهل عليك اللي انت شفته. ازاي؟ اول حاجه نبدا بتشكيله جوميز. جوميز بقاله كام ماتش عايز يثبت فكره ان العب بعبد الله السعيد مع حمدي مع ناصر ماهر، وان ناصر ماهر يبقى هو في الوينج ليفت وتحتيه فتوح، بحيث ان ناصر ماهر يضم وفتوح يعمل اوفرلاب ويشارك مع الزمالك في كل الهجمات. ويبقى انا كده ناقصني خلاص انا كده عملت ناصر ماهر واحمد حمدي وعبد الله السعيد. ناقصني نص ملعب الثالث اللي يقفل مع الاثنين دول، ويبقى في الاغلب طبعا هيبقى دفاعي لان كل دول هجوميين. وخلاص بكمل بقيه التشكيله بقى جزيري او سامسون زيزو، بقيه تشكيله معروفه. وفي الدفاع عبد المجيد ومسلوسي بالكلام ده كله، وباك رايت عمر جابر، وفي حراسه المرمى عواد. يبقى انت كده فهمت ايه من التشكيله دي من شويه الزمالك. المفروض نشوفه ايه؟ ان نقطه قوتك هتبقى في الاستحواذ، وان انت احسن حاجه ليك ان الكره تبقى معاك. لان لو الكره مش معاك هتجري احمد حمدي وناصر ماهر وعبد الله السعيد ورا الكوره، مخزونهم البدني لمختلف الاسباب هيقل. وانت الشوط الثاني هتفتقد للنقطه اللي مهمه قوي اللي انا هقولها في الشوط الثاني اللي هي بتاعه دكتك. فانت ايه احسن لك حاجه؟ احسن حاجه للزمالك انه يمسك كور. دي نقطه قوتك. نقطه ضعفك ان حد يمسك عليك الكوره. طيب ايه النقطه القوه الثانيه؟ ان انت عندك سيف الجزيري هو اميز حاجه عنده، ما بيعرفش يعمل حاجه غير واحده، انه يعرف يقطع بين الاثنين مدافعين ويسرقهم ويغلس عليهم وياخد منهم ضربه جزاء او فاول. فينش مش هتاخد منه، هدات مش هتاخد منه قوي، انت هتاخد منه لعبه واحده بس. فكده من التشكيل بس من غير ما اخش لك في حدث الماتش فهمنا الزمالك هيعمل ايه. الناحيه الثانيه عندك الاهلي بقى، ودي اول مشكله لمستر كولر. ليه؟ جوميز ده الشكل الطبيعي، الشكل الصح اللي في حدود امكانياته. نيجي لكولر، انا اتنبح صوتي واتنبح صوت بعض الزملاء في القنوات التانية على نقطة المهاجم ونقطة الوينجات ونقطة الباك رايت. جاي برضو ماتش ده تعمل غلط. بقالك شهرين مش مستوعب ان المهاجم المفروض يلعب وسام ابو علي. فكرة محمد هاني وعمر كمال ادي اول حاجة لازم نتكلم عليها. هل هي ايجابية وسلبية؟ مش هينفع اقولها كده، لان الناس اول ما شافتها قالت يا ابن اللعيبة كولر. لما الاهلي خسر قال لك ما انت عشان اتقالت بكده. ولما عمر كمال رجع في الشوط الثاني باك رايت الدنيا ظبطت. احب اقول لك ان الاهلي لما اتظبط شكله في الشوط الثاني ما كانش بسبب ان محمد هاني خرج، وهاجي لك في الشوط الثاني ايه اللي حصل. لكن هل هي كفكره وحشه ولا حلوه؟ انا بالنسبه لي هي كفكره كويسه. ليه؟ لان انت عايز تخلي عمر كمال يهاجم وفي نفس الوقت مش عايز تعمل نفس الغلطه اللي الناحيه بتاعت معلول ان هو بيهاجم بس وما بيدفعش. فحطيت له محمد هاني عشان تقفل على فتوح. كده كده ناصر ماهر بيضم لجوه، فانت مشكلتك كلها هتبقى في فتوح. هل دي حلوه ولا لا؟ هي مشكلتها حاجه واحده، ان انت مجبر ان الناحيه اليمين دي هتعمل عرضيات بس، لان انت ما عندكش طرف. انت عندك ده باك بيهاجم، فمش هيعرف يعمل حاجه غير يا اما يقدر على شماله ويشوط مثلا او عرضيات. العرضيات لمين؟ للباشا مودست. هل هيعمل حاجه؟ لا. ده اسهل ماتش للمسلوسي وعبد المجيد هيشوفوه طول حياتهم. شفت بقى لدرجه ايه؟ مين على الوينج الشمال؟ طاهر سايح لوحده، علي معلول بيتقدم بحذر. فالاهلي انت شايف منظره
انت خلاص فهمت الاهلي هيلعب ازاي. هيلعب عرضيات على موديست، اجرك الله بقى بموديست. طيب ايه النقطه الثانيه؟ او دي هي نقطه قوه الاهلي المفروض ان انت عرضياتك من عمر كمال وعلي معلول والكلام ده كله. نقطه بقى الاهلي كانت موجوده فين؟ في نص ملعبك، الثلاثي بتاع كوكا وكريم نيدفيد وقفشه. اولا اول ما يلعبوا مع بعض. ثانيا دفاعيا كريم نيدفيد للاسف كان وحش، لان بيتجمع عليه عبد الله السعيد واحمد حمدي وناصر ماهر عندهم اللمسه الفنيه الفرديه، لبسوه انذار لخفنوه طول الماتش. وحتى بعد الانذار عشان تعرف كريم نيدفيد كان مهزوز في الماتش ده. طبعا كريم نيدفيد لعيب كويس على فكره، بس هو ما كانش ينفع في الماتش ده. عملت نفس غلطه نهائي كاس مصر اللي كان في السعوديه وظبطت الشوط الثاني. نفس الماتش ده لما ظبط الشوط الثاني ما زلت السوريه. الكوره مش عندي يا عم كولر. هي دي اللي انا عايز اوصله لك. انت بقالك شهرين بتعمل نفس الاخطاء. انا عملت 3 فيديوهات اتكلمت نفس على الاخطاء، نفس الاخطاء تاني. طبعا كريم لما خد الانذار اتلهون واتلخفن ومش عارف يعمل حاجه، وعمل تاكلات تودي في داهيه. بس الحمد لله عدت. ايه يعني ده على حساب جمهور الاهلي يعني، الحمد لله عدت وما خدش انذار تاني. فانا اهو من التشكيلتين من غير ما اخش في حدث سر الماتش ظبطت لك وبنينا مع بعض اساس للي هتشوفه في الشوط الاولاني. الشوط الاولاني طبعا كان شوط ميت جدا، لان اصابه زيزو فرقت جدا في الماتش. واصابه زيزو اهميه الماتش. قعدنا بتاع 10 دقائق بنشوف زيزو هيمشي ولا لا. عواد بيقع ما اعرفش ايه. فالماتش عليه 30 مفيش حاجه. طبعا الاهلي بعيوبه دي ففهمنا الاهلي ميت ليه. الزمالك لما ابتدى يمسك كرة في الدقيقه 35 شفت بقى نقطه القوه. في الدقيقه 35 لحد اخر الشوط الزمالك ظهر بنقطه قوته، واتلعبت بقى اللي انا قلت لك عليها النقط اللي هي الايجابيه اللي هي ايه؟ البيت الدفاع ورامي ربيعه وما اعرفش ايه. هوبا ناصر ماهر تحرك، جزيري سرقهم، هوبا شوبير بيصد. شوبير طبعا ما يلومش على اي حاجه، حطها في الجون. رامي ربيعه ما لحقهاش، ما يعرفش ما عملش تاكلينج ليه وما اعرفش ما عملش ايه. المهم الزمالك 1-0 من الكلام اللي احنا قلناه بس من التشكيل. دخلنا بقى على الشوط الثاني، والشوط الثاني طبعا بدأ ب3 تغييرات من كولر. كان منطقي جدا، وسام علي والسوليه ورضا سليم. واحد هيقول لي يا عم تغييرات زي ما الاغاني بيقول كده قصب بقصب. بس هو دي اللعيبه المفروض تيجي اساسا. دي المفروض اللعيبه اللي تبتدي. اول ما نزلوا الاهلي فجاه، طبعا بعيدا عن الاهلي كان خسران ولازم يهاجم طبعا، بس الاهلي كده كده تحرر. خلاص بقى السوليه عارف ينقل الكوره ويمسك لك ملعب ويكاتف قوه الزمالك الناحيه الثانيه في نص الملعب. مع ان على فكره السوليه عليه اختلافات كتير بين جمهور الاهلي، وان هو مش احسن حاجه دلوقتي بكبر وما اعرفش ايه. بس السوليه اكيد احسن من نيدفيد. وسام ابو علي يا راجل نزل لك مهاجم بيجري، يا راجل مهاجم بيجري ويكاتف ويبين عيوب نادي الزمالك. يا جماعه ازاي كان بيلعب ديفندر واحد دونجا على فكره. عبد الصمد ما بيدافعش، عبد الصمد واقف وذكي وبيتحكم بالكوره ودوره مهم، ما قلناش حاجه. بس انا قصدي ان الزمالك بيلعب بدونجا ووراه بس لطفي عبد المجيد بس. انت مش محتاج مجهود عشان تهاجم الزمالك يعني. الزمالك دفاعه كويس واتحسن كتير مع جوميز والكلام ده كله. هقول نقطه كده قبل ما تسحب في الشوط الثاني، وهي نقطه تغيير زيزو. زيزو لعلها تكون مفيده ولعلها تكون خير لجمهور الزمالك في ماتش زي ده، مش قصدي عموما يعني. في ماتش زي ده انت موتيابا اللي نزل ده طبعا ما حدش فينا عارف عنه حاجه، واللي هيقول لك انه عارف عنه حاجه يبقى بيضحك عليك. ما حدش فينا عارفه اساسا، ولا نادي الزمالك نفسه عارف. موتيابا ده عمل لك دور دفاعي انت ما كنتش هتشوفه من زيزو. يعني هو كان بيطلع يهاجم ويدافع، ما كنتش هتشوف كده من زيزو. ليه؟ موتيابا عايز يثبت نفسه، اول ماتش ليه. وزيزو النجم. انا مش هرجع ادافع كل هجمه، انا عايز اجيب انا الجون، عايز انا ارقص معلول، عايز انا مش عارف ايه. شفت النهارده معلول ميت ازاي بسبب موتيابا. موتيابا كان بيضغط بيطلع يهاجم، شكله والله فيه لمسه. تعال اديكوا بقى رايي في موتيابا كده وتحنيكه زي ما عودناكم في العنبر، وزي ما كابتن فوده عمل مع هالاند من سنه. والله كابتن فوده الله يمسيه بالخير، قال لك هالاند ما بيعرفش يلعب كوره. وبعديها بسنه الناس افتكرت ايه ده هالاند؟ ده هالاند وحش، ده هالاند ما اعرفش ايه. ما كابتن فوده قال من زمان يا جماعه. يلا المهم موتيابا بقى انا بقول لك اهو شكله ميكيسوني جديد. بس انا هصبر لان هو شكله عنده لمسه حلوه وممكن يعمل حاجه مع الزمالك، لكن انا بشوف ان هو ميكيسوني جديد وسوق الانتقالات الجاي هنلاقيه مشي وروح. بس فنكمل. فانا اعتقد ان الاصابه كانت مفيده للزمالك بصراحه. طيب بعد كده دخلنا الشوط الثاني خلاص وعملنا التغييرات وقلت الكلام ده كله، ونزل لك زيدان كان فتوح عشان فتوح اتصاب كمان. فكل ده بيحصل
من غير مزاج جوميز. يعني جوميز عمل تغييرتين هو ملوش دعوه بيهم. طيب فبعد كده ابتدى الاهلي يضغط، ابتدى الاهلي اخطر، ابتدى الزمالك يرجع ورا. ليه؟ هو قرار من جوميز طبعا، بس في سبب تاني، ان ناصر ماهر واحمد حمدي وعبد الله السعيد ابتدى الدور البدني ياثر عليهم، ما بقوش قادرين يعملوا التحولات وما بقوش قادرين يمسكوا الكوره. فابتدى الهيمنه والسيطره تروح للاهلي، غير ان الاهلي خسران وغير ان الاهلي عمل تغييرات صح. ابتدى يحصل حاله ركود وحاله ايه، احنا نامن على النتيجه اكتر، ده غير الحاله البدنيه لنادي الزمالك. ففضلنا ماشيين كده لحد الدقيقه 66. هتعمل تغيير عبد القادر نزل، لعبه حلوه قوي من قفشه، رقص محمد شحاته ما اعرفش ايه، عمل عرضيه لرضا سليم، هوب عبد القادر بفينش حلو قوي، جول التعادل 1-1. وهنا اتقلبت الكفه. وكده قبلها على طول كان جوميز عمل تغيير، بقى عمل تغييرات بقى ليه، يخرج نص الملعب عشان تعبوا. فهنا هي تغيير جوميز اثرت معاه بالسلب، ولكن انا بالنسبه لي تغييرات مش بمزاجه، لان الحاله البدنيه والسكواد بتاع الزمالك اضعف من الاهلي بكتير. وسكواد الزمالك انت عارف فين العلامات بتاعته. انت لما مدرب دلوقتي نص فرقته تقع بدنيا ويتصاب له زيزو فتوح، هي دي كده تغييرات بمزاجه ولا مش بمزاجه؟ مش بمزاجه طبعا. جوميز تغييراته ودته في داهيه، ولكن معظمها كان منطقي لاحداث سير الماتش، وكان مش بمزاجه. وهو عمل كده لاحياء الدماء في نص الملعب، وانه يقدر يجاري الاهلي، لان الاهلي بقى اقوى في نص الملعب وبقى اقوى على الاطراف. فانا بالنسبه لي جوميز عك زي كولر، زي ما كولر عك في الشوط الاولاني، لكن كولر كان بمزاجه. كولر عنده غيابات، بس كولر القماشه اللي موجوده عنده برضه احسن من لعيبه الزمالك. لعيبه الزمالك احسن فرديا، كل واحد لوحده احسن من لعيبه الاهلي طبعا. يعني ناصر ماهر واحمد حمدي الدقائق اللي عملوها في الشوط الاولاني يعني تقريبا ما شفناش في الاهلي بقالنا فتره. ممكن قفشه بس اللي بيعمل لنا حاجات شبه دي، وعملها في الجون الاولاني بتاع عبد القادر بس. لكن كمهاره وفرديات الزمالك اعلى، لكن الاهلي عنده قماشه وخامات اكتر بكتير. الاهلي وهو مصاب لنص الهجوم بينزل لك الشوط الثاني عبد القادر ورضا سليم ومش عارف ايه. فلا الاهلي كسكواد اقوى. عشان كده بقول لك ايه، كولر يتحمل، كولر لما يغلط يتحمل، لان كولر معاه فرقه. جوميز هو لسه بيلصم الفريق ولسه بيجمع الفريق بنفس. فانا بالنسبه لي جوميز اخطا كده كده، ما بضحكش عليك. بس فضلنا ماشيين كده لحد ما سبحان الله جه فرصه للزمالك في الدقيقه 85 من اوت، يدخل الجون الثاني، لخبطه طق طق طق، يخش الجون الثاني. والاول مره من ساعه لما اتولدت الزمالك يجيب جون في الدقايق الاخيره. بس هنا السؤال بقى، هل ان حد يجيب جون في الاهلي مفاجاه في الدقايق الاخيره وانه يسرق لعبه الاهلي المفضله؟ الاجابه لا. انت اخر 5 مباريات حصلت مع الاهلي 3 مرات. البنك الاهلي الجون الرابع 4-3 في الدقيقه 95، انبي اتعادل معاك في الدقيقه 94، الزمالك جاب جون في الدقيقه 85. اذا لعبه الاهلي المفضله ما بقتش متواجده، لان ده يبين لك ان في مشاكل اخر شهرين بالظبط مع كولر في الاهلي. في حاجه غلط. اولا دفاعيا لازم محمد عبد المنعم حد يتكلم معاه. رامي ربيعه مش ما يقدرش يلعب كذا ماتش ورا بعض. شفنا النهارده سيف الجزيري بأتفه الحركات بيعدي منهم ازاي. طبعا بقى بعد كده الدنيا فتحت، كولر سحب كوكا ونزل كهربا وما اعرفش ايه، والناحيه الثانيه نزل لك نيمار وما اعرفش ايه. الزمالك ده انفرادات كتير، ولكن هل الزمالك استحق او لا؟ انا بالنسبه لي اللي انا متاكد منه ان كولر ما كانش يستحق يكسب النهارده. بس قولوا لي رايكم في الكومنتات، واتمنى يكون الفيديو عجبكم، ويلا سلام.